السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. من كام يوم كان في مباراه في الدوري المصري ما بين الاهلي وما بين الزمالك، ويمكن بعدها بكام يوم كان في مباراه ما بين مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الانجليزي، ويمكن قبل المباراتين دول كان في مباراه في الدوري الاسباني ما بين ليفربول وما بين ما بين ريال مدريد وما بين برشلونه في الدوري الاسباني. انا هتكلم بالتحديد يعني عن مباراه الاهلي والزمالك، مش هتكلم خالص من الناحيه الفنيه او الناحيه الخططيه، ولكن هتناول الموضوع من جانب تاني يخص المتابعين او الجماهير اللي هي متعلقه او اللي هي مرتبطه بالمباريات دي او بتتابع كوره بشكل كبير. لو انت شخص مش بتتابع كوره او مالكش في الكوره تقدر انت تقفل الفيديو ده، مش هيفيدك باي حاجه. ولكن لو انت شخص بتتابع كوره ومهتم قوي بالكوره يعني شخص بتشجع بقلب جامد، تقدر انت تكمل الفيديو ده للاخر، ان شاء الله هيكون مفيد ليك ولو بقدر 1%. يلا بينا على طول نبدا في فيديو النهارده. اهلا وسهلا بيكم في فيديو النهارده. يا جماعه، ليه الناس بتحفل على بعض بشكل مبالغ فيه سواء كان على السوشيال ميديا او في الواقع؟ ليه نقعد نسلخ في بعض علشان خاطر مباراه كوره سواء كانت ما بين اهلي وزمالك او ايا كان الفرقتين اللي بيلعبوا؟ ولكن انا مش هيعود عليا اي حاجه لو الفريق ده كسب، ومش هيتخصم مني حاجه لو الفريق ده خسر. وكمان ما بعد المباراه تلاقي بقى ايه، الفيسبوك يقعد يسكرول بقى ويشير في حاجات على الفيسبوك، يقعد بقى يسمع له 3 4 فيديوهات على اليوتيوب، بتلاقي اليوم كله ضاع وضاع في حاجه مش هتستفاد منها باي شيء. ضيف على كده كمان، يعني ضيف على نقطه تضييع الوقت دي، فكره ان انت نفسيتك بتكون متاثره بشكل كبير وبشكل مبالغ فيه لو فريقك خسر او لو فريقك حصلت له نتيجه سلبيه. وما تقوليش ما بيحصلش الكلام ده، غصب عنك بتلاقي نفسك ايه، اتاثرت، غصب عنك بتلاقي نفسك ايه، اتضايقت. مش في ناس بتوصل ان هي ما بتعرفش تنام بسبب مباراه كوره. يعني انت متخيل؟ على فكره انا جه عليا وقت كنت من الناس اللي هي بتتاثر بسبب الحاجه دي. انا يعني مش واعظ او ان انا بقول لك ان انا ما بعملش، لا، جه عليا وقت كنت بصراحه بسبب مباراه ممكن ايه اتاثر، ممكن اتضايق، ممكن مش عارف تحصل حاجه في يومي مش كويسه، يعني حاجه كده خلاص بوظت لي اليوم. فبالتالي بعدين ادركت اني في الاخر انا مش بستفاد حاجه، فريقي كسب فريقي خسر، هو ما فيش اي حاجه بستفادها. اللعيبه بتاخد مقابل قصاد المباراه اللي هو بيلعبها، ولكن انا مش بيعود عليا حاجه. طبعا انا يعني مش بقول لك ما تتفرجش على مباراه كوره، ولكن انا كلامي موجه لفئه معينه. في ناس كتير جدا وانا معاها الحقيقه، يعني انا مطحون في الشغل وعندي اليوم كله او الاسبوع كله طالع عيني في الشغل، وجات على الساعه ولا الساعتين اللي هضيعهم في الماتش وهستمتع بيه وتقول لي مش عارف ايه. لا، انا مش قصدي على الناس دي، انا قصدي موجه للناس اللي هي بتبالغ في ان الحاجه دي تأثر عليها. فانت تقدر ان انت تاخد الحاجه الكويسه بس من الحاجه دي، تاخد المتعه بس زي ما قلنا اللي المفروض يكون ده هدفك منها بشكل عام، تاخد المتعه من الحاجه دي وتوقف لحد كده. يعني مثلا انا فريقي شايف ان هو ممكن يتهزم، او انا بتابع المباراه لقيت جه جونين وفريقي هيتهزم، خلاص وقف. يعني انا عايز اقول لك ان انا زملكاوي تمام، وممكن اكون ما سمعتش المباراه بتاعت الاخيره دي بتاعت الاهلي والزمالك، ولكن جه قدامي كده يمكن الكلام ده يزعل الزملكاويه، جه قدامي كده الهدف بتاع الزمالك، مش مشكله شفته. جه قدامي اني عرفت ان بن شرقي هو اللي جاب الهدف بتاع الاهلي. على فكره كل الكلام ده صور والله على الفيس صدفه، مش يعني انا مش بدور على الحاجه دي، مفيش اي مشكله. عرفت كمان ان بن شرقي جاب الهدف وما احتفلش، لفته طيبه من بن شرقي، مفيش مشكله خلاص. يعني انا كان عندي شغل، انا كنتش فاضي، مفيش مشكله. ما تقوليش بقى انا فاضي، ما تقوليش انا فاضي، حياتك فيها حاجات كتير. اتفضل حضرتك قوم او فكر، مش شرط يعني، فكر في ان انت ازاي هتظبط الحاجات دي، ما تفضلش قاعد كده قدام الحاجه دي. يمكن انا في الحقيقه بيعجبني المدرب يورجن كلوب، كان ليه كذا موقف كده بيتكلم فيه عن ان الرياضه هدفها ان هي توحد الناس او ان هي تجمع الناس على حاجه معينه، يعني وهي المتعه والاستمتاع وان هو يكون عندهم انتماء للفريق ده، ولكن مش هدفها خالص العنصريه او الشغب او ان هي تفرق الناس. ودي بصراحه حاجه انا بحترمها جدا في المدرب ده. اكيد كان في بعض الناس التانية كتير بتتكلم في النقطه دي، ولكن انا ده لاحظته وشفته في كذا مؤتمر صحفي او في كذا لقاء صحفي ما بعد المباراه الخاصه كانت بليفربول. انا طبعا بشجع او مش بتفرج على ماتشات ليفربول عشان خاطر نجمنا المصري محمد صلاح، ربنا يوفقه يا رب وياخد هداف الدوري الانجليزي وكمان يكسب الكره الذهبيه. دي حاجه انا بتمناها ليه كشخص ناجح، كمثال ليا ولناس كتير، لكن ده ما يخلينيش اتاثر. يا جماعه انا مش هتاثر،
خلاص. فبالتالي دي حاجه كانت يعني دي حاجه كنت بحترمها جدا في المدرب ده. ومن النقطه دي نقدر نقول اني زي ما اتفقنا في بدايه الفيديو ان الرياضه او المباريات بشكل عام هدفها ان هي تجمعنا، مش هدفها خالص ان هي تفرق الناس. محدش يزعل مني في الكلام اللي انا قلته، ولكن بالفعل في ناس كتير بتبالغ في ان هي تتأثر بسبب الحاجات دي، والحاجات دي كمان بتأثر على حياتها بشكل هي ممكن ما تكونش متخيلة. فبالتالي يعني موضوع جه كده في بعد المباراه جه في بالي، فقلت اتكلم معاكم وادردش فيه. يمكن ده من الفيديوهات القليله اللي انا طلعت اتكلم فيه بدون ما اكتب بسكريبت، يعني انا بتكلم فيه كده بدردش معاكم. يعني اعتبرها كده امسيه رمضانيه. ما تاخدش الموضوع على محمل ان انا يعني بهاجمك او ان انا بجرح فيك. هدفنا في الفيديو ده كان ان انا او ان انت او ان انت تحاول على قد ما تقدر ما تخليش المباريات او ما تخليش الرياضة أو مشاهدتك أو متابعتك للرياضة بشكل عام تأثر على حياتك بالسلب أو على نفسيتك اللي هتعود على حياتك بالسلب. وده كان هدف الفيديو ده. وما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد.